وصلنا المره اللي فاتت لحد الجزئيه ديت. وصلنا ان احنا عملنا الانستانس، ما حطيناش ليه اسم، ما حطيناش ليه اي حاجه، يعني اشتغلنا عليه على طول. لان انا مش محتاج ان انت تكون عارف اكتر عن الحاجات ديت، انت محتاج بس ان انت تكون عارف ازاي بتشتغل. فهدوس كونكت هنا. تمام، تفتح لك الصفحه ديت. اوبونتو دي شبه ما هي. اوبونتو دوت اوبريتنج سيستم شبه ويندوز، بس هو متخصص في السيرفرات واوبن سورس وحاجات كده، يعني انت مبني على لينكس. وهتدوس على كونكت بالمنظر ده. هنا الشغل بتاعنا كله هيشتغل بقى. ده اللي احنا هنعمله فيه، تفاصيل اللي احنا هنشتغل بيها. اول حاجه تبني الكوماند دوت عشان تعمل ابجريد لكل حاجه. بس هو بيقول لي ان هو هنا الاول لازم ابقى، ما ينفعش هبقى سودو اي بي تي ابجريد. ماشي، مفيش حاجه يتعمل لها ابجريد. لو اي حاجه عايز تعملها اعملها بسودو. انت كده ليك البرميشن، يعني ما تخافش. بس انصحكش تستخدم سودو كتير. ايه تاني؟ احنا عايزين ننزل ايه. هنروح للصفحه بتاعه اوبن كلاود. ماشي، ونجيب اوبن كلاود انستولر سكريبت ماك لينكس دبليو اس. نروحوا جايبين دي كده هنا، ونروحوا راجعين هنا وحاطينها بيست انتر. بيعمل ابديت للباكج، شغال بالميثود required version preparing للانفايرمنت. هنعمل انستولينج للتولز، بس طبعا هيكون اسرع بكتير بما انت مشغله لوكال. حتى انت اللي شغلته لوكال. نستنى لحد لما يخلص ونرجع تاني. خلص ولا لسه؟ ماشي يا محمد، كده خلص. كل حاجة خلصت. بيحمل جيت باش. بيحمل الام بي ام. لا، حمل نو جي اس خلاص اهو. طيب، عايز اوريكم حاجه بقى. دي اوبن راوتر. اوبن راوتر هي بلاتفورم. من خلال البلاتفورم دي تقدر ان انت تشتغل على انك تستخدم اي بروفايدر علشان آه، تبني موديل ليه علاقة. تستخدم الموديل يعني ببلاش او ب اي بي اي. ف احنا ممكن نحط الكريدتس لحد لما يخلص هو. طبعا الكريدت بالسالب. مش مشكلة. انا عايز بس اتأكد اخش على السيتنج. اي بي اي كي 3. راح جاي عامل هنا كاتب زد اوبن كلاو ليف فور unlimited ليف بلانك فور unlimited لسين نو اكسبريشن. خلي الاكسبريشن بعد 1 day او اكسبريشن بعد 1 hour. انا عايز بس اجرب فيه اذا كان هو هيشتغل ولا مش هيشتغل. واخده كوبي وخليه هنا. حاليا اهو. ماشي، فهنختار الموديل ده خليكم فاكرينه هو الموديل ده. ونشوف اهو خلص. يس. كويك انستول. طيب، انا هحتاج اعمل ايه؟ هستخدم موديل اول اوس بروفايدر. في اوبن راوتر ولا مفيش اوبن راوتر هنا؟ مفيش اوبن راوتر للاسف. بس في هنا
big models GM models CN back. طيب استنى بقى لحد لما نعرف ازاي نشغل اوبن راوتر. custom provider اوبن كلاو. لو عملت اوبن كلاو هنا هيقولك نوت فاوند. لكن لو عملت كده سلاش باش ارسي باش ارسي بالظبط كده باش ارسي باش سورس اوبن كلاو. استنى شوف هيفتح ولا هيعمل ايه. ماشي اون بورد. خلينا الاول نعمل الامبوردنج بتاعنا من غير اي حاجه. skip for now. هل موجوده هنا؟ بروفايدر في اوبن راوتر بروفايدر اهو. ايوه انتر موديل مانوالي. طيب انا كنت عايز اجيب ايه؟ الاي بي اي كي. هنا الموديل. جيب الموديل امسح ده كده كليك يمين بيست skip for now no no المفروض كده هو هيشتغل لوكال، بس طبعا مش هيشتغل لان انا مش قايل له على الاي بي اي كي. مش قايل له على الاي بي اي كي انا. طيب نعمل امبورت تاني. بس كويك ستارت ابديت فاليوز. طيب انا عايز اوبن راوتر اهي. اوبن راوتر كي بقى. هات الاوبن راوتر كي ده واحطه هنا بالمنظر ده. انتر موديل مانيوالي. لو جايبين اسم الموديل نجيبوا اسم الموديل كده ونعمل كده. طيب skip for now skip for no start الجيت واي. خلينا نفتحه بقى ايه في التيو. المفروض دلوقتي هيرد عليا connected وهيتكلم معايا. المفروض معرفش بقى نوصل لايه بعد السيشن دي. خلينا نشوف. لو قلت له المفروض اكتب يعني. مش عارف المفروض اكتب ولا المفروض ما اكتبش. لو قلت له هلو يرد عليا ولا مش هيرد؟ طيب هو كده في حاجة مشكلة في الموديل. خلينا نوقف الفيديو ده لحد كده ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.